اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. ربنا يفرح قلوبكم ويكبر بخواطركم وييسر لكم كل أمر عسير. بشكر حبايبي من داخل مصر وخارج مصر اللي واقفين جنبي وبيتفرجوا لي على الفيديوهات وبيدعموني. اقول لهم ربنا يستركم دنيا واخرة، وما يتعبكوش ابدا في الدنيا، ويبعد عن جسمكم المرض، ويهدلكوا ولادكوا، ويفرحكوا بحبايبكوا يا رب العالمين. ربنا يستر بناتنا وبناتكوا وبنات المسلمين جميعا يا رب، ويحافظ على ولادنا ويبعد عنهم ولاد الحرام. ربنا يهدلنا نفوسنا ويهدلنا أزواجنا ويهدلنا كل حبايبنا، اللهم امين يا رب العالمين. اول غسيل على السطح النهارده بعد ما اصحاب البيت كانوا جايبين الحاجات وشلناها من على السطوح. كنت بغسل جوه والدنيا كانت بتتبل خالص، وكنت دايما بقى ايه بصراحه ما كنت ما بعرفش اعمل حاجه بره، علشان طبعا الحاجات يعني السباكه مش كامله، ما فيش حاجه متوضبه يعني كويس. السطوح هو روحي، ده اللي بعمل فيه كل حاجه. وفي نفس الوقت برضو انا حاولت ان انا اقلل من شغلي على السطوح والمية الكتير، يعني علشان برضو اراعي شعورهم. علشان مثلا محدش يطلع فجأة مثلا يلاقيني مثلا مبهدلة مية كتير او في مية كتير على السطوح، يقولوا لي مثلا حاجة هتبوظ، حاجة معرفش ايه. حاولت بقدر الامكان اللي انا يعني مهلكش مية يعني كتير. وهو ادينا بنقاوح في الحياة والحياة بتقاوح فينا. الله المستعان، الله المستعان. ربنا كده يرزقنا يا رب الستر والصحة، ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. انتوا عارفين كمان الجو بيبقى ساقعة وبيبقى والحاجات ديت طبعا بتبقى بلل بصراحة ومرمطة، كل لما اعمل حاجة لازم امسح السطوح، لازم 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 انا امسحه وانشفه كويس، عشان محدش يطلع يلاقي الدنيا مبلولة. علشان برضو عيالي بيلعبوا، عشان محدش يتكلم معايا يعني، ولا حد يجراله حاجة من عيالي. ربنا يسهل كده وان شاء الله واحده واحده كده اركب حوض والسباكه يعني. الحاجه ديت لو مثلا انا جبت حوض دلوقتي وركبته هيجر معاه السباكه، والسباكه هتجر حاجات تانية. انا عارفه هتبقى الموضوع كله شابك في بعضه كده، وانا مش حمل كده بصراحه. دلوقتي انا عندي عيال بيتعلموا لسه في المدارس وفي الكليات، وانتوا عارفين الظروف والدنيا والغلا وكل ما نطلع من حاجة نلاقي حاجة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا كده يرضينا ويرضينا باللي احنا فيه دايما كده يا رب. والله العظيم الحمد لله، انا بقول دايما دايما احمدك واشكر فضلك يا رب، وراضية الحمد لله. ربنا يدينا الصحة ويقوينا ونخدم عيالنا برموش عينينا، وما نخليهمش يتحوجوا لحد ابدا 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 يا رب العالمين، ولا حد يبص لهم بصة وحشة، ولا حد يقول لهم كلمة وحشة. ربنا يجعلنا دايما كده سند ليهم ونحافظ عليهم، ونبعد عنهم اي شر او اي يعني شياطين الانس والجن يا رب العالمين. ربنا يبعدهم عنهم. احنا عايشين لولادنا احنا، بس الحاجة اللي مفرحانا في حياتنا هي عيالنا. لما نلاقي حد كده كويس من عيالنا، وحد بيخاف علينا، او حد بنفرح ما بتبقاش سيعانة الدنيا وما عليها. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة والولد الصالح، ويصلح لهم حالهم جميعا وجميع ولاد المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. حابة اشكركم دايما وبدعي لكم دايما من كل قلبي. بشكركم على التعليقات الحلوة، كل تعليقاتكم الحلوة وكلامكم الحلو وكلام التشجيع اللي انتوا بتشجعوه لي. مفيش تعليقات سلبية خالص، الحمد لله الحمد لله. مفيش حد بقى ايه دخل يرخم ولا دخل اي حاجة زي ما كان بيحصل معايا في الاول. الحمد لله الحمد لله. ربنا رزقني كده بمتابعين زي العسل، بيقولوا لي كلام كويس، بيشجعوني وبيخلوني بصوا اطلع كل الطاقة اللي عندي. مهما كنت تعبانة مهما كنت زعلانة بقوم وبحاول ان انا اصور، ولازم اصور علشان ابقى متواصلة معاكم. خلاص انتوا بقيتوا كده ايه عيلتي وحتة مني. بصوا انا حافظاكوا اسم اسم الحمد لله يعني، وحافظة اللي بيعلق يعني، حتى اللي داخل جديد كمان عارفاه اسم اسم.
ربنا يسعدكم يا رب يا رب زي ما اسعدتوني. انتوا مش متخيلين انتوا عملتوا ايه فيا الفتره اللي فاتت ديت، لما القناه بدات تقوم شويه. حسيت كده ان انا بعمل حاجه مفيده، حسيت ان انا ليا قيمه، حسيت ان انا كده ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمني وتبقى قناتي حاجه كويسه، بكلامكم الجميل اللي يشجع دوت وبقلوبكم الطيبه. حساكم كلكم طيبين، حساكم كلكم قلوبكم رقيقه، وحساكم اللي انتم مني وكانكم عايشين معايا وحاسين بيا وفاهميني وعارفيني حته حته بصراحه. انا حاسه بكده. ربنا كده يا رب يقدم اللي فيه الخير ما بيننا، وارد الواحد كل واحد فيكم جميله، حتى اللي قال لي كلمة كويسة. ربنا يوقف لكم دايما في طريقكم ولاد الحلال يا رب يا رب، ويبعد عنكم ولاد الحرام اللي بيحبوا الحرام واللي بيحبوا يؤذوا الناس. ربنا يبعدهم عننا الناس المؤذية وعن ولادنا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا، كل لما اخلص حاجة لازم الموضوع دوت، ممكن ما يبقاش كل السطوح امسحه يعني، لازم بس لازم انشف ورايا في كل مرة في كل مرة، علشان لو حد طلع ما يشوفش اي ميه اي حاجه. هم عارفين اللي انا بعمل كده، عشان عارفين ان انا ما عنديش سباكه وما عنديش صرف ومقدرين يعني. بس برضو مهما يكون اي حد صاحب بيت لازم برضو لازم يقول كلمه، لازم يقول ما اعرفش فانا بتقي اي كلمه تتقلي قبل ما تحصل، ما بستناش الحاجه تحصل مثلا او الغلط يحصل وبعدين كده انا ارد، لا انا بتلاشى اي غلط علشان ما يسببليش مشكله فيما بعد. الحمد لله الحمد لله. بصوا بقى، النهاردة كان الخميس وانا بصراحة نزلت السوق علشان متابعة حبيبتي قالت لي هاتي يا ام محمود حصيرة للمطبخ علشان الشتاء وعلشان البرد. بصراحة بصوا انا مكسوفة منكم، بصوا حتة الحصيرة قد ايه اللي انا جبتها. انا رحت لقيت الاسعار جامدة جدا بصراحة. ايه الحصيرة ب200 جنيه وب250 جنيه، حصيرة تكفي لي المطبخ. انا بصراحة يعني ذهلت. انا قلت بص لقيتها ديت صغيرة على قد فلوسي، اشتريت الحتة الصغيرة ديت على قد الفلوس اللي كانت معايا. قلت اهم حاجة اقف عليها اللي هي تبقى تحت رجلي علشان الجو فعلا بيبقى برد. يعني اكترية الوقفة اللي انا بوقفها ديت جبتها كده وخلاص يعني، علشان فعلا يعني اقول طيب. انا والله العظيم مكسوفة منكم جدا جدا جدا. لقيت اصغر حاجة عندها ديت هي بصي كأنها يعني، واخر واحدة كمان كأنها شايلها لي علشان اروح اشتريها منها على قد فلوسي يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله الحمد لله. بصوا بقى يا حبايبي، انا كنت عاملة البامية دي، هي كانت في المرحلة دي كانت نص سوا. طبعا انتوا كلكم بتعرفوا تعملوا البامية واشطر مني كمان، اشطر مني طبعا يعني، وكلكم الحمد لله الحمد لله بتعملوها كويس. بس برضو انا حبيت اديكم فكرة اللي هي اللي انا احط معاها ال الكوبيبة بتاعت اللحمة المفرومة دي. جبت ربع كيلو لحمة مفرومة وعملت بصلاية كده في المبشرة وحطيت ملح وفلفل عليها بس زي ما انتوا شايفين كده، وعملتها بالمنظر ده وحطيتها عليها عشان النهاردة الخميس بقى ولازم عيالي ياكلوا لقمة كويسة، بدل ما انا طول الاسبوع هارية قلبهم بالاكل الارجيحي. من وقت للتاني كده. هو ربع كيلو الحمد لله ابن حلال. اللحمة ديت على فكرة لحمة جملي، انا يعني بنجيبها على طول وعارفاها يعني اللي هي كويسة. احسن بقى ما نجيب لحمة مستوردة وما اعرفش جايبة من جايه لنا منين ولا الكلام ده كله. ربع كيلو الحمد لله افيد، حتى ولو كل اسبوعين اجيب الربع كيلو دوت، بتحس اللي هي برضو بتخلي طعم الاكل مسكر وحلو. والباميه دي كانت كبيره، انا كنت شاريها ومش موريها لكم في المشتريات اللي انا كنت جايباها من كام يوم، وكانت كبيره. انا كنت ناويه اللي انا اعملها ويكا بصراحه، بس طلبوا مني اللي انا اعملها بكده بالباميه احنا بنسميها يعني باميه حمراء، ولازم مسمينها باميه حمراء. طلبوها مني فقطعتها كده الواحدة على 3، والدنيا بتمشي والحمد لله ومية مية الحمد لله. حمدك واشكر فضلك يا رب. وهو كانت الاكل بتاعتنا بسيطة وجميلة ومغذية. ويا ريت بقى ما تنسونوش بقى يا حبايبي في اللايك، ويا رب الفيديو يكون عاجبكم، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم.